انا عارف دلوقتي ان في ناس من اللي فتحوا الفيديو بيقول لك يا اهو كلام يا عم، هو في حد يقدر يتعلم التحدث باللغة الإنجليزية في خلال أسبوع أو 10 أيام بالكتير، وخصوصا لو كان مستواه ضعيف جدا؟ ده كلام. أنا هقول لك لا، مش كلام، وده ممكن على أرض الواقع بالطريقة ديت اللي هي علمت ملايين من الناس التحدث باللغة الإنجليزية. تابعني للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المهندس كامل التعليمية في كل مكان. أهلا بكم مع فيديو من أقوى الفيديوهات اللي هتعلمك لغة إنجليزية. وعلشان أوصل لك الفكرة هقول لك الكلمتين الحلوين دول. تخيل لو أنت وراك امتحان بعد أسبوع أو 10 أيام في مادة من المواد اللي عندك وما ذاكرتش ولا حرف. شيء طبيعي لو أنت قلت أنا هبتدي أذاكر المادة ديت صفحة صفحة، على ما الأسبوع يعدي هيكون ذاكرت لك يعني وحدة ولا وحدتين، هتخش تسقط، صح؟ لكن الإنسان الذكي بيروح لإنسان متمكن يقول له جمع لي مفاتيح المادة، اديني النقط الأساسية اللي أنا أقدر أجاوب بها أكبر عدد ممكن من الأسئلة اللي أضمن بها النجاح. ولو المدرس متمكن شوية هيديك فعلا النقاط الأساسية اللي هتخليك تجاوب أكبر عدد من الأسئلة وهتنجح. أنا في الفيديو ده هديك الخلاصة بتاعة تعلم اللغة الإنجليزية، بعيدا عن القواعد المعقدة وبعيدا عن الجرامر وبعيدا عن أي شيء خالص. من الآخر أنت لو مستواك صفر ما بتعرفش تقرأ إنجليزي، الفيديو ده هيعلمك إنجليزي. لو مستواك متوسط هيعلمك إنجليزي. مهما كان مستواك هتستفاد من الفيديو ده، فركز معايا كويس. والفيديو ببساطة علشان ما طولش عليك عبارة عن إيه؟ لو أنا سألتك سؤال قلت لك هو سيادتك بتتعلم إنجليزي ليه؟ هتقول لي من الآخر علشان أتكلم باللغة الإنجليزية. هقول لك معلش اسمح لي أعيد السؤال، يعني إيه تتحدث الإنجليزية؟ هتقول لي يعني أعرف أسأل وأعرف أجاوب. هو الإنجليزي غير كده؟ إن أنا أعرف أسأل اللي قدامي وأعرف أجاوب عليه، صح؟ صح. أهو الفيديو ده بيقوم على كده. بص يا باشا، خبراء اللغة الإنجليزية أو خبراء تعلم اللغات بالأخص قال لك إن الإنسان لو عايز يتعلم أي لغة في العالم بسرعة جدا، أي لغة في العالم، لغة أي قوم، قال لك في 80% بيكرر يوميا. يعني في تقريبا 20 سؤال أو 20 سؤال وجملة على بعضهم كده بيتكرروا في اليوم. يعني اسمك ايه؟ انت منين؟ رايح فين؟ الحمد لله. يا عم لا شكر على واجب، اشكرك. طب انا اسف، معلش والله انا سعيد ان انا قابلتك. لو ركزت في الكلام ده هتلاقيه بيتعاد يوميا في اي لغة. فلو ركزت على 20 سؤال وجملة دول، يعني 20 سؤال وجملة، يعني 10 اسئلة و10 جمل تقريبا، فلو انت حفظتهم وخليتهم معاك كقاعدة اساسية، انا اضمن لك لو انت رحت اي دولة اجنبية حتى لو مش حافظ حروف ABC، هتبقى على الاقل هتعرف تتعامل وتقول لهم انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، وتعرف تاخد وترد وتصد معاهم. طب لو سيادتك مستواك متوسط شوية وفاهم نسبة في الجرامر، ممكن ال20 سؤال وجملة دولت تحولهم انت ل 200 سؤال، لان انا هعلمك ازاي برضو تجيب من السؤال مئات الاسئلة. فهمت؟ فهو فعلا الفيديو مفيد للي هو مش عارف حاجه خالص، مفيد للي هو مستواه يعني منقل شويه. فالفيديو ده من الاخر كده انا هديك 20 سؤال وجمله، يعني 20 سؤال و10 جمل بيتكرروا يوميا. الجمل ديت لو انت طالب، لو انت هتسافر بلاد بره وحطيتهم في جيبك كده وركزت فيهم كويس، اضمن لك انك هتعرف تتعامل مع اي اجنبي وتعرف تتحدث مع اي اجنبي. ولو انت طالب اضمن لك ان انت هتحس ان انت فاهم انجليزي. والقواعد يعني التعمق فيها بقى والتفاصيل ديت بتيجي ايه؟ واحده واحده. اهديت الخلاصه. معلش لو كنت طولت عليك، بس يلا تابعني. وهنبدأ الأول بالأسئلة، بال10 أسئلة، وبعد كده ال10 جمل. صدقني ال10 أسئلة وال10 جمل دولت هينقلوك في حتة تانية خالص في اللغة الإنجليزية. بس كمل معايا للنهاية. يلا بينا نبدأ على بركة الله. أول سؤال معانا اسمه How often do you study؟ طب السؤال ده مكرر شائع؟ يا عم ازاي مش مكرر؟ معناه كم، يعني بالازرق معلش، كم عدد المرات. دايما اي واحد، انا مثلا بلعب كوره، انت بتلعب كم مره في الاسبوع؟
كم عدد المرات انا بذاكر، كم مره بتذاكر، انا بتفرج على التلفزيون، كم مره بتتفرج على التلفزيون في اليوم، كم عدد المرات. اداه لازم تكون في جيبك اسمها هاو اوفن. هاو اوفن التي هنا سايلنت لا تنطق، وفي بعض اللغات بتنطق يعني، بس احنا نقول ايه هاو اوفن، ما تقولش هاو اوفتن. انا بحب اقول هاو اوفن لكن الاثنين صح. هاو اوفن دو يو، كم عدد المرات انت، دو يو على بعضها مع كده انت. ايه استادي، كم عدد المرات اللي انت ايه بتذاكر، كم عدد المرات اللي انت بتذاكر، كم عدد المرات اللي انت بتذاكر. هاو اوفن دو يو ستادي، قول معايا احنا بنذاكر مع بعض. How often do you study؟ How often do you study؟ طيب ده كده سؤال واحد. لو انت مثلا مستواك مبتدئ مش عارف حاجه خالص، اعرف السؤال، وانا لو انت مستواك متقدم هعلمك ازاي تغيره. هتقول له مثلا كم عدد المرات، هتقول له 2 times، مرتين. عايز تقول له 3 بدل 2 خليها 3، عايز تقول له 4 بدل 3 خليها 4. يبقى نقول تاني how often كم عدد المرات do you انت study تذاكر. ممكن تقول له 2 times مرتين، 3 times 3 مرات، 4 تايمز 4 مرات. اي رقم مع كلمه تايمز، تايمز هنا معناها مرات. طيب ده وانا راجل انسان بقى لسه مستواي مش عارف اي حاجه خالص، انا بحفظ كده واقرا معايا كده. لو انت مستواك متقدم سنه اقول لك انت ممكن تعمل من السؤال كم عدد المرات 100 سؤال. ممكن تقول هاو اوفن كم عدد المرات دو يو بلاي، اللي انت بتلعب. مثلا ممكن اقول له هاو اوفن دو يو ريد، كم عدد المرات اللي انت بتقعد تقرا فيها، كم مره بتقرا في اليوم. How often do you watch TV؟ watch ممكن اقول له مثلا كلمة watch TV، اللي انت بتشاهد الايه؟ التلفزيون. خدت بالك؟ يعني هنا ممكن السؤال ده انت لو حافظ 100 فعل تعمله. بص معايا، تعمل 100 سؤال. How often كم عدد المرات do you انت watch TV بتشاهد التلفزيون. How often do you study اللي انت بتذاكر. How often do you play اللي انت بتلعب. How often do you read اللي انت بتقرأ. حط اي حاجة بقى، اي فعل، اي فعل، خلاص بتجاوب عليها عدد المرات، مرتين 2 times، 3 times، 4 times، 5 times، اي عدد من المرات. غير الرقم وتايمز دي ايه ثابتة معاك. السؤال اللي بعد كده how long، زي هاو اوفن بس هنا معناها ايه؟ مش ما عدد المرات. هاو لونج معناها ما المده، ما المده. برضو نفس القصه. دو يو انت استادي تذاكر. قول لي الله الله، هو انت بتعيد السؤال؟ ما انت لسه قايله. لا ركز. الاولاني كان هاو اوفن كم عدد المرات دو يو ستادي، دو يو بلاي، دو يو ريد، كم مره؟ مرتين، 3، 4، 5. السؤال الثاني ده بيسألكش عدد المرات، بيقول لك انت لو انت بقى تتفرج على التلفزيون او بتذاكر المده بقى قد ايه؟ ساعه، ساعتين، 3. خدت بالك؟ ففي فرق بين هاو اوفن كم مره بتذاكر، هاو لونج ما المده، انا عايز الوقت بالظبط. فانت هنا لو بيقول لك هاو اوفن هاو لونج دو يو ستادي، فانت تقول له ايه؟ اي وقت. 2 hours، الاتش سايلنت لا تنطق. 2 hours يعني ساعتين، 3 hours، 4 hours. خد بالك هنا hours ساعات، هنا تايمز مرات. طيب عايز اقول له ما المده اللي انت بتلعب فيها؟ نفس القصه. هاو لونج دو يو بلاي، ما المده اللي انت بتلعب فيها؟ ما المده اللي انت هاو لونج دو يو ريد تقرا فيها؟ ما المده اللي انت بتشاهد فيها التلفزيون؟ هاو لونج دو يو واتش تي في. بس هتقول لي انا مثبت الافعال علشان ما توهكش، انت بقى جيب افعال من عندك تاني. السؤال ده غير ده بيسأل على الوقت. هاو لونج دو يو ستادي، ايه المده اللي انت بتذاكر فيها؟ ممكن تقول له 2 hours بذاكر ساعتين في اليوم. هاو لونج دو يو بلاي، المده اللي انت بتلعب، ممكن اقول 3 hours 3 ساعات في اليوم بلعب فيهم. هاو لونج دو يو ريد، ايه المده اللي انت بتقرا فيها؟ 4 hours انا بقرا 4 ساعات. فهمت؟ ده عدد المرات، ده المده. هنا بتحط رقم مع تايمز، هنا رقم مع اورز اللي هي معناها ساعات. خلصت. طيب تعال بقى على الجزئيه دي. هاو ميني معناها كم عدد. هاخد الاثنين دول مع بعض. هاو ماتش كم كميه. هاو ميني هاو ماتش شبه بعض، بس هاو ميني كم عدد يبقى يجي وراها حاجه هنا بتتعد.
هاو ميني بنز كم عدد الاقلام. لكن لما تيجي على حاجه بتتوزن زي مثلا ميت معناها لحمه، فما ينفعش اقول لك هاو ميني ميت كم عدد اللحمه. اللحمه دي وزن الوزن ما اقولش هاو ميني، اقول هاو ماتش. وهو ده الفرق الجوهري ما بين هاو ميني كم عدد وهاو ماتش كم كميه. يعني عشان الاقلام بتتعد فانا بقول لك كم عدد الاقلام. طيب لو انا بسال عن الكتب بوكس، الكتب بتتعد فاقول هاو ميني بوكس كم عدد الكتب. طيب انا بسال عن عدد الاولاد بويز بيتعدوا ولد واثنين وثلاثه اقول لك هاو ميني بويز. لكن لو انت بتسال عن اللحمه هتقول له هاو ماتش ميت كم كميه اللحمه. طب انا عايز شويه رز اقول له كم كميه الرز هاو ماتش رايس. طب انا عايز شويه ميه كم كميه الميه هاو ماتش ووتر. الميه ما بتتعدش، انت ما بتقولوش مثلا اسقيني 3 نقط 4 نقط 5 نقط. يبقى خلاصه الكلام في السؤالين دول لو انت عايز تسال كم عدد شوف الحاجه اللي بتسالها دي بتتعد مثلا زي مثلا وليكن بنز الاقلام. فالاقلام بتتعد كم هاو ميني بنز كم عدد الاقلام. الكتب بتتعد هاو ميني بوكس كم عدد الكتب. الاولاد هاو ميني بويز. البنات هاو ميني جيرلز. كم القطط هاو ميني كاتس. لكن لو انت بتسال عن اللحمه مفيش حد بيقول لي كم عدد اللحمه، لا كم كميه اللحمه. بدل هاو ميني اقول هاو ماتش مي. الميه كم كميه الميه هاو ماتش ووتر. الرز كم كميه الرز هاو ماتش رايس. لان الرز والحاجات دي بتتوزن ما بتتعدش. بص وهو ده اللي معايا، اقرا معايا كده هاو ميني بينز كم عدد الاقلام. ممكن اقول له مثلا 3 بينز 3 اقلام او 4 بينز. طب هاو ميني بوكس كم عدد الكتب اقول له 3 بوكس 4 بوكس. هاو ميني بويز كم عدد الاولاد اقول له 3 بويز 4 بويز حسب اللي انت بتتساله. طيب هاو ماتش ميت كم كميه اللحمه هاو ماتش رايس هاو ماتش ووتر. ممكن تقول له مثلا جاست a little. just a little يعني مجرد كمية قليلة. just a little just a little just a little. أو ممكن واحد مثلا يقول لك how much meat يقول له 1 كيلو 2 كيلوز 3 كيلوز. how much rice 1 كيلو 2 3 أي حاجة أنت عايزها. أو ممكن تقول له just a little يعني مجرد كمية قليلة. طيب علشان الناس اللي بتكتب أنا هريحك في الحتة دي. ممكن بدل just a little قول له يا عم ولا تزعل how much مثلا اهي just عشان الناس اللي بتكتب واضحه just a little ماشيه مع كله يعني معناها مجرد كميه قليله. لكن اذا عايز تقول 1 كيلو 2 3 مفيش مشكله. طيب السؤال الاخير ده بقى هنا what time is it. ما الوقت؟ هو في حد بيتعامل في اللغه الانجليزيه ما بيسالش حد يقول له الوقت قد ايه؟ الساعه كام دلوقتي؟ ما بتغيرش في حرف السؤال ده. what time is it. what time ما الوقت is it يكون. انت هتقول له الوقت مثلا تقول له it is هو يكون الرقم اللي انت عايزه مثلا 7 o'clock الساعة 7. 7 عايز تقول له الساعة 8 تقول له it is 8 o'clock. الساعة 10 it is 10. يبقى ديت الايه اللي بتتغير. هعمل لك على ايه بالاحمر. هتقول لي طب انا عايز اعمل له بس 7 ونص اقول له it is half past 7. لا بلاش تخش كده، حاول تختصر. انت لسه مبتدئ فخليها حاجه بالظبط. الساعه بقى 9 الا ربع قول له 9 يعني بص it is 9 o'clock 9 بالانجليزي 9. طب 10 10 عايز تقول له 10 تقول له it is 10 o'clock 11 11 it is 11 o'clock. وصلت. تعالوا على الخمس اسئله الثانيه. سؤال شهير قوي what do you study. برضه study لحظه انا متعمد علشان افهمك حتى كمان ادوات الاستفهام. هنا يا باشا كنت بقول له هاو اوفن كم عدد المرات اللي انت بتذاكر. هنا هاو لونج ما المده اللي انت بتذاكر ساعه ساعتين. هنا بقول لك انت بتذاكر ايه بقى. وات ماذا بنحفظ ادوات الاستفهام. ماذا دو يو انت على طول خد دو يو انت. بص دو يو انت في السؤال حط دو يو. يبقى ماذا انت تذاكر what do you study. طيب ممكن اقول له بقى انا اذاكر انجليش I study English. انا بذاكر انجليزي. طيب عايز اقول له ماذا تاكل يبقى what do you eat. انت بتاكل ايه. ماذا تقرا what do you read. ماذا تفعل what do you do. خدت بالك وات. طيب
تاني what do you study ماذا تذاكر؟ ما يقوليش بقى كم عدد المرات ولا ما المده، لا انت بتذاكر ايه؟ اقول له I study English. حلو. طب لو قال لي what do you eat يبقى ماذا ايه؟ تاكل. فاقول له I study ولا I eat؟ اقول له I eat رايس مثلا رز. طب قال لي what do you read ماذا تقرا؟ اقول له I read a book انا بقرا كتاب. طب قال لي what do you do هنا بمعنى تفعل، ماذا تفعل؟ يعني I watch TV انا اشاهد التلفزيون. فوات دو يو ديت جميله قوي. لو يعني انا حتى اللي مستواهم متقدم شويه او متوسط ممكن يعملوا السؤال ده مليون سؤال لانه سؤال شهير، ماذا انت كذا، بس بدل ده بفعل. طيب السؤال اللي تحت ده how old are you؟ how old are you معناه كم عمرك؟ كم عمرك بس فيهوش تغيير. how old are you؟ how old are you؟ how old are you؟ فانا اقول له عمري مثلا 10 سنين، اقول له I am 20 years old. حط سنك، يعني مثلا حط هنا ايه سنك اللي انت عايزه 20. I am 20 years old. سنك 10 سنين I am 10 years old. سؤال ثابت، مفيش حد اسمه مش هتسأل كم عمرك. how old are you؟ قول له انت عمرك 10 سنين، قول له I am 10 years old. عمرك 20 سنة I am 20 years old. أنا مثلا عمري 44 سنة أقول له I am 44 years old. I am 44 years old. أنا عمري 44 سنة عشان اللي بيسأل يعني عادي يعني. بصوا معايا how old are you؟ كيف حالك؟ how old are you معناها كيف حالك. إجابة بكلمة واحدة fine. fine يعني كويس بخير يعني. عايز تكمل قول له ثانكس يا راجل اشكره. واحد بيسألك عن حالك عايز تشيل ثانكس دي عادي يعني. how are you كيف حالك؟ how are you كيف حالك؟ قول له ثانكس، قول له فاين كويس، وبعدين قول له ثانكس يعني كويس شكرا. how are you fine ثانكس شكرا، ما بيتغيرش في حاجه. طيب where are you from؟ where are you from من اين انت؟ من اين أنت؟ سؤال ثابت. هتقول له I am أنا أكون from من البلد اللي أنت عايزه. كايرو مثلا أنا من القاهرة. خلص الكلام. تاني where are you from؟ من أين أنت؟ معذرة أنا مسافر. من أين أنت؟ قلت له I am from أنا من أهو where are you from يعني من أين أنت؟ هتقول له I am from أنا من كايرو. I am from كندا أنا من كندا. I am from England أنا من إنجلترا. أي دولة في دماغك قولها. I am from حط الدولة اللي أنت منها. طيب آخر سؤال بقى بقول لك إيه؟ How is the weather؟ How is the weather؟ كيف يكون الطقس؟ weather الطقس. ممكن تقول له it is good هو يكون جيد. عايزه وحش قول له it is bad يا good يا bad حسب الحالة اللي انت عايزها. How is the weather؟ كيف يكون الطقس. How is the weather؟ كيف يكون الطقس. How is the weather؟ كيف يكون الطقس. It is good لو انت عايز تقول هو جيد. It is bad لو انت عايز تقول سيء. طبعا ديت من اهم الاسئله المشهوره. طبعا مع السؤال اللي هو ما اسمك، بس انا ما كتبتوش لان السؤال ده كله عارفه. What's your name؟ يعني ما اسمك تقول له What's your name؟ فانت تقول له My name is كامل. يعني السؤال اهو انا هنقل عنه يعني مش هكتبه تاني. فانت لو عايز تقول واحد ما اسمك بتقول له What is your name؟ ما اسمك. طيب فانت بتقول له ماي نيم كامل مثلا، تقول له ماي نيم اسمي از علي وليكن. خلاص يبقى وات از يور نيم ما اسمك. طيب عايز تقول لواحد فيقوم بجاوب ماي نيم از علي. طب عايز تقول لواحد ما وظيفتك، وات از يور بدل نيم تبقى جوب. ما عنوانك، وات از يور ادرس. طب تعالوا نقراهم كده على بعض.
How often كم عدد المرات do you study اللي انت بتذاكر. How often كم عدد المرات do you play تلعب. How often do you read اللي انت بتقرأ. How often كم عدد المرات do you watch TV. ممكن تقول له 2 times 3 times 4 times. How long ما المدة do you study. How long do you play. How long do you read ما المدة. ممكن تقول 2 hours 3 hours 4 hours. How many pens كم عدد الأقلام. How many books. How many boys قول له 3 pens 3 books 3 boys اللي انت عايزه. How much كم كمية meat اللحمة. How much rice. How much water. قول له just a little just a little يعني شوية صغيرة. What time is it ما الوقت. What time is it قول له it is 7 o'clock. It is 7 o'clock غير الوقت. عايز تقول له 8 it is 8 o'clock. اللي بعد كده What do you study ماذا أنت تذاكر. What do you eat ماذا أنت تأكل. What do you read ماذا أنت تقرأ. What do you do ماذا تفعل. I study English لو أنت بتقول what do you study. Eat قول له I eat rice. Read I read a book أنا أقرأ كتاب. How old are you ما تغيرش في حاجة. كم عمرك. How old are you كم عمرك. تقول له I am 20 years old غير الرقم وحط الرقم اللي انت عايزه. How are you كيف حالك. قول له fine كويس. عايز تحط thanks حطها. Where are you from من أين أنت. Where are you from قول له I am from Cairo. I am from حط البلد اللي انت عايزه. I am from يعني أنا أكون من. How is the weather كيف يكون الطقس. How is the weather هتقول له it is هو يكون good لو الجو حلو أو it is بدل good حط bad يعني سيء. سؤال شهير what is your name ما اسمك. What is your name ما اسمك. الإجابة اسمي يكون my name is يعني اسمي يكون my name is علي حسين أي حاجة. الأمر واضح واللي عنده شوية جرامر يعرف يغير الأسئلة دي بمئات الأسئلة. واللي هو ما عندوش شويه جرامر ممكن مع الاسئله دي مع يخش على القناه يدوس قوائم تشغيل يجيب كورس الجمل والاسئله الشائعه هيطلع له جمل واسئله شائعه كتير مع الفيديو ده بجد هينقلوه في حته تانية. تعال دلوقتي على اهم 10 جمل مستخدمين يوميا في اللغه الانجليزيه حطهم في جيبك وانا اضمن لك انك هتعرف تفحر وتتكلم مع الاجانب بشكل كويس برضه يعني هيساعدوك بشكل كبير جدا. يعني انت دلوقتي لو قاعد في وسط الاجانب انت معاك 11 جمله تقدر تتكلم بيهم مع الاجانب وعلى طول مستخدمين. يعني قلنا من دلوقتي 10 اسئله قول مع 10 جمل 20 سؤال وجمله بيمثلوا نسبه كبيره من المحادثات اليوميه في وسط الاجانب. بجد دولت هيعملوا لك يعني هيدوك ثقه غير طبيعيه سواء لو انت عايز تسافر اي دوله اجنبيه عايز تعمل اي حاجه بجد هيساعدوك قوي. فركز معايا في كام جمله دول. اول حاجه التحيات. التحيات يعني ايه التحيات. جود مورنينج صباح الخير. صباح الخير. حد ممكن يستغنى عن كلمه صباح الخير. انت لو عايش في وسط الاجانب مش بقول لك صباح الخير. جود مورنينج ادي جود وبعدين مورنينج. طيب عايز اقول له بقى مساء الخير. جود بدل مورنينج تبقى ايفنينج مساء الخير. يبقى انا دلوقتي لو قابلت واحد الصبح اقول له جود مورنينج. قابلته بالليل اقول له جود ايفنينج. طب لو قابلته بعد الظهر اقول له بقى. الاجانب لهم تحيه بيقولوها بعد الظهيره يعني في نص اليوم اسمها جود افترنون. جود افترنون ترجمه حرفيه مش هتلاقي لكن هي معناها تحيه تقال عند الظهيره. يبقى نستفيد كده ايه ان انا عندي 3 تحيات. الصبح اقابل واحد اجنبي اقول له جود مورنينج صباح الخير. قابلته بالليل جود ايفنينج مساء الخير. قابلته الظهر بقى اقول له جود افترنون. جود افترنون. جود مورنينج جود ايفنينج جود افترنون. طيب قاعد مع واحد وخلاص هيمشي ويسيبك. يعني شوف موقف حياتي لازم اتعرض له هو ماشي وسايبك فانت بتقول له اشوفك قريب. بالانجليزي اسمها ايه. see you soon اراك قريبا. اقرا معايا see you soon اراك قريبا. طيب انت بتقول له اراك قريبا او ممكن تقول له كلمه تانية خد بالك من نفسك. هو ماشي see you soon وممكن تقول له هالو برضه مع بعض خد بالك من نفسك يعني اشوفك قريب خد بالك من نفسك. طيب خد بالك من نفسك take care. take care معناها اعتني بنفسك.
يعني انت مثلا ممكن تقول له سي يو سون وتكفي بيها، هو ماشي خلاص اشوفك قريب سي يو سون، او ممكن تقول له تيك كير خد بالك من نفسك تيك كير، وممكن تقول له من الاثنين. يعني هو ماشي دلوقتي سي سون اراك قريبا، تيك كير اعتني بنفسك. جمل زي ما انا قلت لك مستخدمه يوميا. طيب الجمله السادسه هاف ا نايس داي، يعني اتمنى لك يوما جميلا. هاف ا نايس داي. يا سلام يا سلام، واحده خلاص انت بقى بتقول له ماشي هو بيعمل حاجه كويسه، هاف ا نايس داي، اتمنى تحبب كده الشخصيه اللي قدامك فيك. لو ركزت هتلاقي فعلا سواء جود مورنينج وجود ايفنينج جود افترنون سي يو سون اراك قريبا تيك كير اعتني بنفسك هاف ا نايس داي اتمنى لك يوم جميل. لو انت قاعد في وسط الاجانب الجمل دي انت ممكن تقولها كلها مع بعض لاي حد، يعني ما ينفعش ما تتقالش في نفس اليوم، فعشان كده قلت لك الجمل ديت هتنقلك في حته ثانيه حتى لو انت طالب، يعني هتفيدك. طيب ايه يو ار ويلكم؟ يو ار ويلكم، ويو ار ويلكم معناها على الرحب والسعه، على الرحب والسعه. يعني ايه على الرحب والسعه؟ ساعات واحد انت تعمل له شغلانه فيقول لك والله انا حاسس ان انا تقل عليك، تقول له لا يا عم ولا يهمك، ولا يهمك بالانجليزي يو ار ويلكم، يو ار ويلكم، يعني ده على قلب زي العسل. يعني واحد انت عملت له خدمه فبيقول لك انا حاسس ان انا تعبك معايا والله، قول له يا راجل ايه يو ار ويلكم، يو ار ويلكم على الرحب والسعه، يعني انا مش تعبان خالص. عرفت امتى بتتقال يو ار ويلكم؟ ينفع ما تتقالش يوميا؟ لا لازم تتقال يوميا. طيب هو بقى اللي عمل لك خدمه خلاص وانت تقول له والله انا اقدر ذلك، يعني انا مقدر اللي انت عملته ده، اسمها بالانجليزي I appreciate it. هنا السي اي اللي هو بتنطق شين، I appreciate it، انا اقدر ذلك. خلاص مفيش اي مشكله خالص. واحد عمل لك جميله I appreciate it، I appreciate it، يعني انت عايز تقول له قول له انا والله عارف ان انت عملته عشاني I appreciate it، I appreciate it. لو في جمله ما ينفعش تستخدم يوميا ايه بقولها لها في التعليقات. طيب واحد انت عملت مشكله وسببت له ضرر، فانت بتقول له ايه؟ حاجه من الاثنين، سامحني يا انا اسف، الاثنين موجودين. سامحني بليز يعني من فضلك، من فضلك. forgive me سامحني forgive me، او ممكن تقول له I am sorry انا اسف. واحد انت عملت او غلطت فيه او غلطت في حقه، فحاجه من الاثنين، يا تقول له بليز forgive me سامحني انا غلطت بليز forgive me، او I am sorry انا اسف I am sorry. طيب اهم مصطلح واحد بتقابله لاول مره، لاول مره بتقول له ايه؟ انا فرحان ان قابلتك، بالانجليزي اسمها ايه بقى؟ I am pleased to meet you، سعدت بلقائك. I am تاني pleased to meet you، انا هقرا تاني I am pleased to meet you. طيب انا يعني بالله عليكم انتوا شايفين ال 11 جمله دولت ينفع جمله منهم لو انت عايش في وسط الاجانب تحس ان هي كنز، يعني خصوصا اللي هيسافر يقول لك انا حطيت ايدي على كنز. طبعا هو مش كنز، مش هيعلمك كل حاجه، ولكن انت عارف زي ما يكون عندك جبل عمال تخلخل فيه، او لو انت قعدت بالكام جمله دولت بالكام سؤال اللي انا علمتهم لك صدقني على الاقل هتعرف تاخد وتدي معاهم يعني ايه تعافر شويه كده والدنيا هتمشي معاك. عشان كده قلت لك من الاخر ده عامل زي الملخص اللي انت ممكن تخش الامتحان وربنا يكرمك وتنجح بيه، اهو ده. يلا على بعضه كده، صباح الخير جود مورنينج، مساء الخير جود ايفنينج، تحيه بعد الظهر جود افترنون، اراك قريبا سي سون، اعتني بنفسك تيك كير، اتمنى يوما جميلا لك هاف ا نايس داي، على الرحب والسعه يو ار ويلكم، انا اقدر ذلك I appreciate it، I appreciate it، قول معايا I appreciate it. من فضلك سامحني please forgive me، please forgive me أنا آسف I am sorry، أنا مسرور بلقائك I am pleased to meet you، I am pleased to meet you، سعدت بلقائك. في نهاية الفيديو إذا كان عجبك الفيديو فأتمنى مشاركة هذا الفيديو وعمل إعجاب عشان الخير ده يوصل لأكبر عدد من الناس، ودعما منكم للقناة
وبالتوفيق، وأسأل الله عز وجل التوفيق لكم وأن يعني يسهل أمركم في كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.